عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة معانا طريقة عمل الطعمية. طبعا مفيش بيت ما بيحبش الطعمية. معانا النهاردة حزمتين كرات، معانا النهاردة بصلاية واحدة مش اكتر عشان لو كترت من البصل بتفك. معانا معلقة كبيرة توم مفروم، معانا الفول اهو، معانا طبعا بقى ايه البهارات بتاعتها دي. عباره عن ايه؟ معلقه بابريكا، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره، معلقه الملح، معلقه السمسم. السمسم ده اختياري، اللي عايز يحط سمسم يحط، اللي مش عايز براحته. حبايبي احنا حاطين اهو الفول وهنضربه في الكبه. الفول ده منقوع بقاله يوم، تمام. كنت برمي الميه وارجعها تاني وارجع احط ميه نظيفه تاني لحد ما الفول معانا يطرى كده عشان الكبه تستحمل انها تفرمه. تمام، هنفرمه ونرجع له. حبايبي اهو بنفرم معاكم اهو الفول، تمام. حبايبي احنا فرمنا معاكم اهو، تمام. فرمتين في الكبه. هنيجي بقى هنا نفرم البصله، تمام. هنحط البصل في الكبه اهو، هنحط الثوم، معلقه الثوم، وهنفرمها ونرجع له. حبايبي احنا فرمنا البصله اهي مع الثوم، تمام. هنفضيها كده. هي بصله واحده على نص كيلو، بصلتين على كيلو فول، تمام. هنرجع نجيب الكرات معانا نقطعه، والبهارات دي اخر حاجه، تمام. بهارات اخر حاجه. هنجيب الكرات اهو، الكرات اهو معانا. هنبتدي نفرمه اهو في الكبه، غسلناه كويس طبعا بالخل والميه. انتوا عارفين الخضره لازم تتغسل. لو مفيش كرات هنجيب البصل الاخضر بالعروق بتاعته تتفرم، بدل بصله ما نحطها لا نجيب 3-4 بصلات من الرفيعه خالص اللي هو البصل الاخضر بالعنق بتاعته الخضراء، تمام. حبايبي احنا دلوقتي اهو فرمنا الكرات على البصل على الثوم على الفول المدشوش، بس هنرجع نفرمه تاني لان دي برضو مش النعوميه اللي انا عايزاها، انا عايزاه انعم من كده. حبايبي معانا اهي دي اتفرمت 4 مرات، يعني الطعميه دي فرمناها في الكبه 4 مرات. هنحط معاكم الخلطه دي عباره عن معلقه كزبره كبيره، معلقه سمسم، معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه ونص ملح على كيلو ونص، على نص كيلو فول مدشوش على الطعميه، معلقه ونص ملح، تمام. هنحط معاكم بقى ايه معلقه صغيره كده بيكنج باودر. في ناس بتحط كربوناتو، لا احنا هنحط معلقه بيكنج باودر اهي عشان تحتفظ باللون بتاعها ما تغمقش، تمام. هنحط نص الدقه دي والنص التاني بنحطه مع القليه، نعجنها كده. وادي الطعميه بتاعتنا المصري اهي، اكله الشعبيه الجميله. وهقلي معاكم دلوقتي قرصين كده اوريها لكم. حبايبي ده شكل العجينه اهي معانا بعد ما حطينا لها البهارات والكربونات، بدل الكربوناتو معلقه البيكنج باودر، تمام. تعبي في اكياس وتخليها عندك في الفريزر قبل ما تطلعي، قبل الفطار او قبل العشاء بنص ساعه تفك وتقلي مع بضايه. هنقلي معاكم كده قرصين طعميه، نضرب عليها بضايه، تمام. ونحط عليها شويه دقه كده من اللي احنا عاملينها. يلا نقلبها كويس اهي. وهنقلي معاكم الطعميه، الاكله المصري الجميله اللي كل البيوت المصريه بتحبها. هقرص معاكم اهو كده اهي، حط عليها السمسم اهي. معاكم الطعميه اهي، ادي الطعميه اهي، تمام. هنحطها في الزيت. اهي الطعميه. لو عايزين تحشوها بصله بنعمل بصلايه نشوحها على النار بطماطمايه بقرن فلفل كله مهروس، بمعلقه فص ثوم مفروم، برده كل ده بيبقى الحشو بتاع الطعميه. لو انت عايزاها محشيه
حبايبي اهي الطعميه معانا، قليناها معاكم اهي، بنقليها تمام. طبعا احنا ضربنا معاها بضايه حلوه بتخلي الطعميه من جوه كده مفرغه وجميله. التوابل اللي احنا حطيناها برضو بتديها طعم جميل جدا، وكفايه انها معموله في البيت وبنظافه. ولو ما فيش عندك كرات، البديل الكرات حزمه الكزبره او بصل اخضر بالعنقود بتاعه الاخضر، يتقطع بالخضار بتاعه ويتفرم، بتبقى طعمها جميل جدا. بس انا ما لقيتش بصل اخضر، فبديل البصل الاخضر الكرات تمام. معموله اهي مفيده والله، كلها خضره فيها بقوليات، اللي هو الفول المدشوش. بليناه طبعا اكتر من 12 ساعه علشان يتفرم معانا كويس تمام. واديناها 4 وشوش جوه الكبه، بقينا نفرم ونرجع نفرم تاني وكده يعني. في بقى ناس بتحبها بالخلطه محشيه. هي الخلطه دي عباره عن بصلايه مفرومه وفلفلايه مفرومه وطماطمايه مفرومه. الاول بنحط البصل على النار وبعدين الطماطم وبعدين الفلفل ونحط البهارات بتاعتها، وبتبقى ديت الحشوه بتاعه الطعميه. حبايب قلبي، ومعانا كانت وجبه النهارده طريقه عمل الطعميه. بصوا خضره وجميله ازاي، بصوا مش قادره اقول لكم بقى على ريحه الشقه عامله ازاي من الطعميه. ومعانا طماطم وفلفل اهو، وهنحط من الدقه اللي حطيناها في الطعميه هنرشها كده اهو. واحلى طعميه مصري تاكلوها في الدنيا، والف هنا وشفا. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، جربوها مش هتندموا، والمقادير مظبوطه 100 100. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.